حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. النهارده بقى هنعمل مع بعض طواجن المكرونه باللحمه المفرومه، حاجه كده رهيبه. عايزه اقولك ان مستحيل تجيبيها من اي مطعم تاني بعد الفيديو ده، لانك هتعتمد الطريقه دي معاك. المكرونه كده تطلع معانا مستويه ومش مهريه وحاجه كده زي الفل. فيلا بينا كده بقى نسمي الله ونصلي على الرسول. بس لو لسه اول مره تتابعيني يا ريت ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد معانا باذن الله. اول حاجه كده هنجهزها مع بعض وهي اللحمه المتعصجه. جبت هنا طاسه على النار، ضفت فيها معلقتين كبار كده من الزيت، استنيت كده لغايه ما الزيت بتاعي سخن معايا، وبعد كده ضفت اللحمه بتاعتي. هستنى بقى كده على اللحمه بتاعتي لغايه ما يبدا لونها بقى يتغير. في الوقت ده هبدا اقلبها. اول ما اللحمه بقى لونها كده يبدا يتغير كلها، في الوقت ده انا مجهزه معاها هنا بصلايه كده انا بشراها. هنزل هنا بقى بالبصله بتاعتي وابدا كده اقلبها مع اللحمه. ومعايا برضو فلفل اخضر رومي كده انا مقطعاه، وفلفل احمر صغير كده انا برضو مقطعاه معايا. هنزل بيه بقى على اللحمه والبصل. عايزه اقول لك ان طعم الفلفل بيدي طعم ونكهه حلوه جدا للحمه المفرومه، وخصوصا في وصفه النهارده. هنزل بقى بالبهارات بتاعتي. بحب اتبل كده اللحمه المفرومه بملح وفلفل اسود، معلقه صغيره من بهارات السبع، ورشه كده من القرفه بتدي لها طعم ونكهه حلوه جدا. وبكده اللحمه المفرومه تكون جاهزه معانا. تعالوا بقى نجهز مع بعض كده احلى صلصه للمكرونه النهارده. معايا هنا بقى الحله بتاعتي كده على النار، نزلت كده معلقتين كبار كده من الزيت. معايا هنا بصلايه برضو بشراها. هبدا بقى ادبل كده البصلايه بتاعتي، هبدا اقلبها لغايه كده ما تبدل معايا خالص. مش عايزاها تصفر قوي، لا يا دوبك تدبل كده ولونها بس يصفر حاجه بسيطه، وتبقى معايا بالشكل ده. في الوقت ده انا طبعا مجهزه عصير الطماطم بتاعي. هنزل بقى بالعصير الطماطم. وبكده البصلايه بتاعتي كانت دبلت معايا وبقت كده تمام. هنزل هنا بقى بعصير الطماطم. هنزل بعصير الطماطم. وعايزه اقولك ان عصير الطماطم انا فارمه معاه قرن فلفل احمر حار او بارد، مفيش اي مشكله تقدري تضيفيه، بس بيدي طعم حلو جدا للصلصه بتاعتنا، وفي نفس الوقت بيديلها لون حلو قوي. في الوقت ده هبهر بقى الصلصه بتاعتي. معايا ملح وفلفل، معلقه صغيره كده من البابريكا، معلقه صغيره كده من البهارات السبع. واسيب الصلصه بتاعتي دي بقى تتسبك كويس جدا، وهتشوفيها معايا هتبقى عامله ازاي دلوقتي. وبكده يكون الصلصه بتاعتنا اتسبكت وحاجه كده في منتهى الجمال. هنعمل ايه بقى؟ هاخد كده كبشه من الصلصه اللي اتسبكت معايا دي، هضيفها بقى على اللحمه المفرومه. عايزه اقولك بتنقل طعم اللحمه المفرومه في حته تانية خالص، وبجد بتخلي طعمها ونكهتها جميله جدا. جربي بس الطريقه دي، وعايزه اقولك هتعتمديها معاكي كده كل اسبوع. وكده اللحمه المفرومه جاهزه معانا خلاص، جاهزه كده انها تتحط في الطواجن بتاعتنا. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. معايا هنا الصلصه بتاعتي بقى بعد ما اتسبكت كويس جدا، هضيف عليها بقى ميه سخنه. اهم حاجه الميه اللي احنا هنضيفها دلوقتي لازم تكون سخنه. ومعايا بقى نص كيلو كده من المكرونه اللي هي القلم. المكرونه احنا مش هنسلقها، هتشوف هنعمل فيها ايه. انا هضيفها هنا على الصلصه يا دوبك بس تاخد غلوه كده مع الصلصه اللي احنا ضفنا لها الميه السخنه. وبلاش نسلقها زياده عن اللزوم عشان بس ايه ما تتهراش معانا. اول ما بتبدا تغلى بالشكل ده بطفي عليها النار. وتعالوا بقى نجهز مع بعض الطواجن. معروف طبعا ان المكرونه دي لازم تتعمل في طواجن فخار. طب في ناس كتير ما عندهاش طواجن فخار، تقدري تستخدمي الورق الفويل ده. الاطباق دي في منها اللي هي المدور زي بتاعه الكشري، وفي من الناس عندها اللي هي البايركس. تقدري تستخدمي اي نوع متوفر عندك. انا كان عندي الفخار طبعا، بس للاسف بنتي كسرتهولي، فهنستخدم النهارده بقى البايركس. حطيت هنا بقى طبقه كده من اللحمه المفرومه. ومعايا هنا المكرونه بتاعتي هبدا بقى اضيفها بالصوص اللي معاها بقى. طب في ناس بتشتكي ان المكرونه بتبقاش كده مستويه معاها، عشان كده احنا حاطين المكرونه يا دوبك بس كده خدت ايه غلوه مع الصلصه بتاعتنا دي. هتحافظ ان المكرونه تفضل كده محتفظه بنفسها، وفي نفس الوقت ايه ما تتهراش معانا. هغلفها كويس جدا بقى بالورق الفويل وادخلها الفرن في الرف الاوسط. هنجهز برضو الاطباق الفويل كده مع بعض. وعايزه اقولك وانت بتعملي اللحمه المفرومه في الاطباق الفويل يا ريت تحطي تحتها قبل ما تحطي اللحمه المفرومه طرنشات كده من البصل والطماطم، ليه؟ حفاظا ان اللحمه بتاعتنا ما تتلسعش كده مننا من تحت. عشان برضو الاطباق دي يعني ايه تسويتها برضو مش زي الفخار او مش زي البايركس، فده حفاظا على اللحمه بتاعتك ما تتلسعش او تتحرق منك. وبكده تكون الطواجن بتاعتنا جاهزه. هدخلها الفرن بقى، بدخلها كده في الرف الاوسط لغايه بقى ما تستوي معانا كده وتبقى حاجه كده زي الفل. وده كده شكل الطاجن بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. تعالوا بقى نقلبه كده ونشوف شكله بعد ما قلبناه. عايزه اقول لك طعمها وريحتها كانت خطيره. عايزه اقول لك ان وصفه النهارده هتعتمديها معاكي كل اسبوع، لانها سهله وبسيطه وفي نفس الوقت كان طعمها خطير. هتحافظي كده على ان المكرونه بتاعتك ما تتكسرش معانا، وفي نفس الوقت كده ماسكه نفسها، والطعم والريحه في منتهى الجمال. يا رب وصفه النهارده تكون سهله وبسيطه. اتمنى تجربوها. اشوفكم على خير في وصفات تانية جايه جديده.